بتبدأ أحداث الفيلم في منطقة فقيرة، وتكون عايشة فيها عيلة حالتهم صعبة، والابن كيو بيحاول يسرق شبكة الواي فاي بتاع جارهم اللي فوق، ويضل يلف الشقة كلها لحد ما يلاقي شبكة الواي فاي في الحمام، وبيشوف وظيفة جايله هو وعيلته، والوظيفة دي بتكون عبارة عن تقفيل علب البيتزا، ويلاقوا الراجل اللي بيبيع حشرات جاي، وبيبان إن هم عايشين في شقة تحت الأرض. الأب مرضاش يقفل الشباك فدخان مبيد بيخش لهم جوه، وهم قاعدين بياكلوا ويلاقوا واحد سكران بيعمل حمام قدامهم، وبيجي واحد على موتوسيكل بيزعقله بيمشيه، والشاب ده بيطلع صاحب كيو ويخش له جوه، وبيكون جايب له معاه صندوق، ويفتح الصندوق ده بيطلع منه حجر أثري وبيديه لكيو، بيقول له إن الحجر ده بيخلي أصحابه أغنياء، ويعرض الشاب على كيو إن هو يدرس لبنت بتاعت ناس أغنياء جدا، والبنت دي بيكون اسمها دهاي، وصاحب كيو بيكون بيحبها وبيغير عليها، عشان كده عايز كيو بس هو اللي يدرس لها. وبعدين كيو بيخلي أخته كي جونج تزور له ورق شهادة جامعية عشان أهل البنت دي يوافقوا إن هو يدرس لها، وبيروح كيو بيت دهاي عشان أول درس، وبيكون مبهور من كبر البيت وجماله، وبيقابل أم البنت اللي بتشوف شهادته وتقوله إن هو يبدأ حصته على طول عشان هي تشوف طريقة شرحه، ويروح يقعد مع البنت دهاي ويكون في حاجات مش فاهماها، وهو بيشجعها بطريقة غريبة، وأمها بتكون بتراقبه وبتعجبها بالطريقة اللي هو يشجعها بيها، وتقرر تعين مدرس لبنتها وتديله فلوس الشهر كامل في أول حصة، وبتطلق عليه اسم كيفن، ويظهر الابن الصغير دي سونج، واللي بيكون متدلع جدا وشقي جدا، والأم بتوريله رسومات ابنها الصغير اللي بيرسمها، وكيو بيقول له إن هو لازم تدعم موهبته، وإن هو ممكن يوصلها ببنت خريجة فنون عشان تدرس له وتحسن من مستواه وسلوكه، والأم بتطلب تشوفها، وهو بيقول لها هي مشغولة جدا بس هيحاول. وتاني يوم بياخد كيو أخته متنكرة كأنها مدرسة الفنون اللي هو قال لهم عليها، ويقول لهم إنها اسمها جيسيكا وإنها زميلته، ويسيبهم كيو عشان يدي الدرس بتاعه لضهاي، واللي بتكون واقفة بتسمع هما بيقولوا إيه، وبتسأله ضهاي يا جيسيكا حبيبتك ولا لأ، وهل هو معجب بيها، وكيو بيقول لها إن هو أول مرة يشوفها النهاردة أصلا، وهي بتمسك إيده وتبوسه، وبتقعد جيسيكا مع الأم وتقول لها عن حالة ابنها، تقول لها إن ابنها محتاج علاج نفسي، تقول لها إن حالة ابنها معقدة جدا وهي هتتعب معاه جامد وهتاخد فلوس أكتر، والأم هنا بتوافق وهي سعيدة جدا بعد ما جيسيكا اشتغلتها. وبيجي الأب في الوقت ده، والأم بتعرفه على جيسيكا، ويطلب الأب من السواق يوصلها لحد بيتها، ويكون السواق بيلاغي جيسيكا. فجأة جيسيكا بتشغله وبتقلع هدومها الداخلية وبتسيبها جوه العربية، وهنعرف قدام ليه. وتاني يوم بيكون الأب في العربية مع السواق، وبيلاقي الملابس الداخلية دي وبيستعجب إنها في عربيته، بيفتكر إن السواق قلبها سوق في العربية عنده، فبيقرر يطرده وبيجيب واحد مكانه. وجيسيكا بتروح تلعب في دماغ الأم، تقول لها إنها تعرف سواق حلو وخبرة، عمها كيم، والأم بتوافق إنها تقابله، واللي بيطلع أبو كيو وجيسيكا، ويبدأ كيو يعلمه إزاي يسوق عشان يتقبل في الوظيفة. ويروح بعدها كيم يقابل الأب الغني عشان الشغل، والأب بيخليه ياخد لفة بالعربية عشان يشوف أداؤه، وبيكون ماسك مج قهوة، ولو القهوة اتدلقت يبقى صوته مش حلوة ومش هيقبله. بينجح كيم وبيقبله الأب في الشغلانة، وبيبقى سواق العيلة، وبيكون كده العيلة كلها اشتغلت في البيت ما عدا الأم. ويخطط كيو وجيسيكا إن هما إزاي يمشوا خدامة البيت عشان يجيبوا أمهم تشتغل مكانها عشان العيلة كلها تبقى شغالة. بس مشكلة الخدامة دي إنها قديمة جدا في الشغلانة، وكانت شغالة مع المهندس اللي صمم البيت ده قبل ما العيلة تشتريه أصلا، وبتكون عارفة كل حاجة عن البيت. وضهاي بتقول لكيوي إن الخدامة عندها حساسية خطيرة من فاكهة الدراق، ويستغلوا الحوار ده بيجيبوا الفاكهة ويبدأوا يرشوها على الخدامة، والخدامة مش بتكون واخدة بالها وبتصاب بطفح جلدي، وبتروح المستشفى عشان تعمل فحوصات عشان هي تعبت جامد. ويروح وراها كيم وبيصورها، وبيقول له الأم إن هو شاف الخدامة وراح تاخد علاج للسل، ويبعت لبنته إن هي والأم قربوا يوصلوا البيت، فبتاخد البنت البودرة بتاعت الفاكهة وبترميها تاني على الخدامة، وبتقعد الخدامة تكح جامد، والأم بتشوفها وبتصدق فعلا إنها مصابة بمرض السل. وبيوريها كيم منديل الخدامة وبيكون عليه دم من الكح، واللي بيكون شوية كاتشب كيم رماهم على المنديل بتاعها عشان يضحك على الأم. وبيكلم كيم الأب وبيقول له إن هما مشوا الخدام ويرشح له شركة كبيرة للخدامات لكبار الشخصيات،
والأب بيخلي مراته هي اللي تكلم الشركة دي، وبتجيلهم مرات كيم أم كيو وجيسيكا في البيت، وبكده العيلة كلها تكون احتلت البيت. وتقرر العيلة الأغنياء إن هم يروحوا رحلة تخييم، وبيستغل عيلة كيم الوضع ويتصرفوا في البيت كأنهم ملكوه، قاعدين يهزروا وياكلوا ويناموا على آخر راحتهم. ويقول كيو لأهله إن هو معجب بضهاي، وهي كمان معجبة بيه، وإن هو يطلب منها يخرجوا مع بعض أما يخلصوا ثانوية. وفجأة بيرن الجرس على البيت، تطلع الخدامة القديمة تقول لهم إنها نسيت حاجة في القبو بتاع البيت وعايزة تخش تجيبها. والكل بيستخبى ما عدا الأم اللي بتفتح الباب للخدامة القديمة وبتسيبها عشان تنزل القبو. والخدامة بتخش من باب سري في القبو محدش في البيت عنده فكرة عنه، وبتخش بتلاقي جوزها جوه، ويكون جوزها مستخبي من الشرطة بقاله سنين وعايش في القبو ده، بيطلع كل يوم بالليل ياكل وبيخش تاني. وبتخش أم كيو وراه وبتتفاجئ أما تشوف المنظر ده، وبتترجاها الخدامة القديمة إنها مبلغش الشرطة عنهم عشان ما يقبضوش على جوزها. وبيكون باقي العيلة بتنصتوا على الكلام بتاعهم، وبتعرف الخدامة القديمة إنهم أهل، وبتصورهم موبايل وبتهددهم إنها تفضحهم، وبتقعد تذل فيهم شوية. وبيستغل كيم وولاده إن الخدامة وجوزها سرحانين، وبيهجموا عليهم وبياخدوا موبايل وبيحذف الفيديو. وفجأة بيرن تليفون البيت، وبتكون الأم الغنية بتبلغهم إن رحلة التخييم اتلغت وإن هم في طريقهم للبيت تاني. وبيبدأ كيم وجيسيكا ينضفوا بسرعة، وكيم بياخد الخدامة وجوزها بيحبسهم في القبو، وأم كيو بتجهز الأكل للعيلة، وكيو وجيسيكا بيستخبوا تحت السراير. وبتوصل العيلة الغنية للبيت، ويسمع كيم الأب الغني وبيكلم مراته عن كيم وعن إن ريحته وحشة جدا وإن هو بس مستحمله عشان هو سواق شاطر. ويستنى كيم البقية لحد ما العيلة الأغنياء يناموا ويطلعوا برا البيت وبيروحوا بيتهم، بس بيلاقوه غرق من كتر المية المطر وبقوا عايشين خلاص من غير بيت. ويروحوا يناموا في مكان عام مع باقي الفقراء اللي اتأذوا من المطر. وتاني يوم بتكلم الأم الغنية مع جيسيكا وبتعزمها على عيد ميلاد ابنها، وبتخش على ضهاي بنتها بتطلب منها إنها تعزم كيو كمان للحفلة، والأم بتوافق. وبتبدأ أم كيو ترتب مكان الحفلة، وتروح الأم الغنية مع كيم عشان يجيبوا تجهيزات الحفلة. وبتحكي مع صاحبتها عن المطر بتاع امبارح كان حلو جدا وجميل جدا وغسل الشوارع ونضف الجو. ويتضايق كيم لأنه بيفتكر بيته اللي غرقه باظ، وإن في مطر عند الناس بيبقى حاجة حلوة وعند ناس تاني بيبقى مصايب. وتكون الأم قرفانة من ريحة العم كيم وبتفتح شباك العربية عشان ريحة تروح، وكيم بيلاحظ ده وبيتضايق جدا. وتروح ضهاي لكيو الأوضة بتعترف له إنها بتحبه، وبياخد كيو الحجر الأسر اللي كان في شنطته بينزل بيه القبو عشان يخفيه، بس بيقع منه غصب عنه، وزوج الخدامة القديمة بيمسكه من رقبته ويضربه على دماغه بالحجر الأسر لحد ما بيغمى عليه. وبيطلع من القبو للمطبخ وبياخد سكينة وبيهجم على جيسيكا ويضربها في صدرها في وسط الحفلة، وبيغمى على الولد الصغير ابن الأغنياء من المنظر. وكيمي بيجري على بنته بسرعة بيحاول ينقذها، وتحاول أم كيو إنها تقتل قاتل بنتها، بتاخد فاس وبتهجم عليه. وبيشوف كيم ضهاي وهي شايلة ابنه كيو وبتحاول تنقذه، وكيم بيتصدم ومبيعرفش ايه اللي بيحصل في أسرته. وبيجيله الأب الغني بيزعقله عشان ياخد مفاتيح العربية عشان ينقذ ابنه اللي هو أغمى عليه أصلا. وساعتها بيعرف كيم قد إيه إن حياتهم مش فارقة مع الأغنياء دول. وبتقدر أم كيو إنها تقتل قاتل بنتها، وبيقع فوق مفاتيح العربية بتاعت الأب، وبيروح ياخد الأب المفاتيح وهو سدد مناخيره بسبب الريحة الوحشة لجوز الخدامة القديم. وكيم بنته جيسيكا بتموت، وبيشوف تصرف الأب ده وبيعرف إن هما بيتعاملوا معاملة حقيرة من الأغنياء، وبياخد السكينة وبيضرب بها الأب الغني في صدره وبيقتله. بعدين بيرجع كيم العقل وبيستوعب اللي عمله وبيجري، ومحدش بيعرف هو راح فين. وبيظهر كيو وهو في المستشفى بعد ما يفوق من الغيبوبة بسبب الخبط على راسه، وبنعرف إن هو وأمه خدوا عفو من الجرائم بتاعته. وبيعرف إن أخته ماتت وأبوه اختفى محدش يعرف عنه حاجة. وبعدها بفترة بيروح كيو على جبل قريب من البيت وراقب البيت من بعيد، وما بيجي الليل بيلاقي لمبة البيت الخارجية بترعش على هيئة شفرات، وبيعرف إن الشفرات دي إن أبوه لسه عايش جوه، وإن هو في قبو البيت مكان زوجة الخدامة القديمة، وإن هو بيطلع كل فترة بالليل يسرق أكل من التلاجة من غير ما حد يشوفه، وإن هو بيتمنى إن ابنه يشوف إشارته دي ويعرف يوصله. وكيو بيكتب رسالة لأبوه بيقول له إن هو هيشتغل ويبقى معاه فلوس كتير وهيشتري البيت ده عشان يحرره. وفعلا بيخرج كيم لما ابنه بينجح يشتغل وبقى معاه فلوس واشترى البيت وبيعيش معاه هو وأمه. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك والاشتراك. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.